مبدئيا كده لو قلبك خفيف اقفل الفيديو وما تكملوش، لأننا النهاردة معزومين على سهرة مرعبة مع الجن والشياطين. وهنتكلم النهاردة عن كتاب بيعتبر بمثابة مفتاح لدخول عالم السحر والشعوذة. فاربط حزامك كده وطفي نورك وسيب نفسك للخيال والرعب، لأن الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة الناس قالت عليه إن اللي يقرأه بصوت عالي هيلبسه جن، وإن في بعض الأسماء لكبار مرضى الجن اللي لو حضرت يا إما تنفذ طلبها أو هتحرقك. وقالوا كمان إن اللي كتبه مش بشر، واحتمال يكون إبليس بنفسه هو اللي كتبه، وحتى لو بشر اللي كان هو اللي كتبه فأكيد بنستعان بالجن لتأليف الكتاب. والكتاب اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة لو بصيت فيه هتحس إنك أصلا خايف من قبل ما تقراه، لأن الرموز والطلاسم اللي فيه رموز بتخلي ذهنك وتفكيرك بتروح لمكان بعيد وتتخيل عالم تاني غير العالم اللي انت عايش فيه. ولو كنت سمعت قبل كده عن الأعمال اللي بتتعمل في المقابر أو تحت الشجر أو البحر فيكون منبعها ومصدرها هو الكتاب ده، لأنه بيعتبر هو المرجع الرئيسي لأي حد عايز ينفذ أعمال شر أو أعمال مؤذية. أهلا بكم، أنا ناجي أحمد ودي حلقة جديدة وهنتكلم فيها عن كتاب شمس المعارف. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بتشوفنا في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. في سنة 520 هجرية اتولد أحمد بن علي يوسف البوني الملكي، وهو راجل دين متصوف. اتولد في مدينة البونة اللي هي دلوقتي مدينة عنبة في الجزائر، وعاش في مصر ومات في القاهرة، وتعلم قراءة القرآن الكريم بالقراءات في مدينة تونس على كبار الشيوخ هناك، وتفقه على المذهب المالكي. وفي شبابه رحل إلى الأندلس ومن بعدها للإسكندرية، ثم عاش في القاهرة في زمن الخليفة العباسي العاضد لدين الله. ثم بعد كده خرج من القاهرة إلى مكة لأداء فريضة الحج، ثم من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى دمشق، ثم لبغداد، ثم رجع مرة تانية لبيت المقدس، ومنه رجع لمكة، ومن مكة رجع على مصر. يعني تقريبا لف كل البلاد العربية والإسلامية. ولما سألوه كيف كان سفرك فقال: خير سفرنا بدأنا ببيت الله وختمنا به. ثم رجع لتونس تاني وقعد هناك فترة، واشتغل هناك يؤم الناس في الصلاة ويعلم الأطفال القرآن ويعطي بعض الدروس الدينية. ثم ترك كل هذا واعتزل الناس خالص. له مؤلفات كتير تقريبا 40 كتاب، ولكن مفيش منهم كتاب أخذ الشهرة وذاع صيته زي كتاب شمس المعارف. بيتقال عن البوني بأنه كان كتير العزلة وكتير العبادة، ودايما كان بيقول إن فيه راجل اسمه بدر ستهاب منه الأمة العباسية. ده غير إنه كان كتير التهجد والصيام وقليل الأكل، وبيحب العزلة جدا، وبيقضي معظم وقته في جبل في تونس اسمه ماكود. كان بيقعد يتعبد فيه ويقرأ بعض الكتب هناك. الناس كانت بتلقب البوني بكنز الزمان، وبيقولوا إنه كان عارف أسرار الحروف فبيعرف نفعها وضرها. كان كثيرا ما تجد عنده الفاكهة في أوقات ليس أوقاتها، ويأتي إلى النساء الحوامل بهذه الفاكهة ويخبط على بابهم ليلا ونهارا ويقول لهم: خذوا شهواتكم لعل الله ينفعنا بسببكن. ومن أغرب الحوارات اللي دارت بينه وبين أحد الأشخاص يقال له الحافظ السلفي، وسأله الحافظ وقال له: إن أهل بلدنا بيقولوا إنك تعلم الغيب. فرد عليه البوني وقال له: الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فرد عليه الحافظ السلفي وقال له: ولكن ما هذا الذي يقوله الناس عنك؟ فقال البوني: إنما أعلم علم الشاهد ولا أعلم الغيب. فقال السلفي: وما هو علم الشاهد إذن؟ فقال البوني: ما أظهره الله لي ولأمثالي ممن كان قبلي وفي زماني. وكل اللي قلناه على البوني ده ورغم ذلك حياته مليئة بالأسرار اللي محدش يعرف عنها حاجة. فبعض الروايات بتقول إنه كان بيتواصل مع الجن لمساعدته في تأليف كتابه شمس المعارف، والبعض قال إن أصلا مش هو اللي كتب الكتاب، وإن اللي كتب كتاب شمس المعارف هم كبار الجن ومردة الشياطين. وكتير من الأقاويل اللي دارت حول شخصية هذا الرجل الغامض. ولكن إذا اعتبرنا إن البوني هو اللي كتب الكتاب ده، فكيف لرجل دين وحافظ لكتاب الله يبيع دنياه وآخرته من أجل كتابة كتاب حتما سيقوده في النهاية إلى الكفر وعذاب الجحيم؟ وبعد ما عرفنا عن قصة البوني تعالوا بقى نتكلم عن الكتاب شوية. ولكن قبل ما أتكلم حابب أحكي لكم عن قصة حصلت قدامي بالفعل، وهي إني ساكن في قرية ريفية صغيرة جدا تابعة لمحافظة المنوفية. وزمان وأنا صغير كان عندنا في البلد
راجل بيدعي إنه صاحب كرامات، وإنه بيمتلك كتب عن الجن والسحر، وبيقدر يحضر جن، وأقاويل كتير كنت بسمعها زمان وأنا صغير عن هذا الرجل. وفي يوم حصل إنه تم سرقة أحد القوارب من الصيادين اللي عايشين معانا في البلد، فأشار بعض الناس لصاحب القارب إنه يذهب عند هذا الرجل ليدله على من سرق قاربه. وبالفعل ذهب الصياد لهذا الرجل اللي قدر بالفعل إنه يعرف مين اللي سرق المركب، وقدر كمان يعرف مكان المركب المسروق. ويقال بأن الراجل ذو الكرامات هذه بيمتلك كتاب شمس المعارف، ولكني كنت صغير وما كنتش أعرف إيه هو الكتاب ده، ولكن بعد ما كبرت قريت كتير وقدرت أعرف إيه هي قصة الكتاب ده. كتاب شمس المعارف اسمه بالكامل شمس المعارف ولطائف العوارف. هو كتاب لأعمال السحر المتعلقة بالجن، واتكتب سنة 622 هجرية، ولكن محدش يعرف النسخة الأصلية هي فين دلوقتي. بيتقال بأنها تم إحراقها بعد وفاة البوني، وفي اللي بيقول إن الجن نزلت على الأرض وأخفت النسخة الأصلية. ولكن على أي حال فهناك بعض الصفحات من هذا الكتاب بتعتبر أصلية، ولكن أضيف ليها بعض الصفحات الأخرى التحريفية. وبيحتوي الكتاب على العديد من الأمور المتعلقة بالسحر الغير واضحة. والكتاب عبارة عن 577 صفحة، ومكون من 4 أجزاء. وأقسام الكتاب بتتكلم عن بعض الأشياء، وهي عن أسرار الحروف وما يترتب عنها من أسرار، وكمان عن الأوقات المناسبة اللي بيتم فيها عمل السحر وتحضير الجن، وأيضا عن كيفية الاعتزال للوصول إلى الروحانيات. وهتلاقي في أحد فصوله بيتكلم عن الأسماء التي كان النبي عيسى عليه السلام بيحيي بيها الموتى، وكمان عن الأبراج وما لها من الإشارات والارتباطات، وأيضا عن منازل القمر 28، وأسرار البسملة وما لها من الخواص والبركات، وعن خواص أوائل القرآن والبينات، وأيضا عن الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورات وما لها من تصرفات وخفيات، وكمان عن اسم الله الأعظم وما له من التصريفات الخفيات، وأيضا عن خواص كاف هاء عين صاد في حروفها الربانيات والقدسيات، وخواص آية الكرسي وما فيها من خفيات وبركات. وكمان في فصل هيتكلم عن بعض الطلاسم النافعة وخواص سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجيبات. وكفاية كده علشان أنا عارف إنكم هتوهوا مني. اتقال عن الكتاب إنك لو قريته وما عندكش خبرة بأمور السحر ممكن الجن يتحضر من غير ما تعرف، ومش هتعرف تصرفه، وساعتها الهلاك ليك قادم لا محالة. وطبعا اتقال إنك علشان تحضر جن ويكون تحت أمرك ويقدم لك كل رغباتك، هو إن الجن هيطلب منك أشياء تعملها، من ضمنها إنك تكفر بالله وتشرك به والعياذ بالله، وإنك لازم تنفذ الطلب وإلا سيقوم الجن بإحراقك، وغيرها من الأقاويل اللي اتقالت والإشاعات. وده طبعا راجع لندرة الكتاب، وإنه أصلا مش موجود في بعض الدول، وإن بعض الدول بتحرم وجوده وتمنع طباعته، وتقريبا معظم الدول الإسلامية خالية تماما من وجود هذا الكتاب، باستثناء دولة لبنان اللي موجود فيها نسخة وبيتم طباعة الكتاب فيها. والغريب في الكتاب ده إنك لو بصيت عليه هتلاقي المواضيع مكتوبة بشكل غير طبيعي، وبتحتوي على أفكار ورموز غير مفهومة. وفي كتير من الأشخاص اللي بيقولوا إنهم بعد ما قروا الكتاب بتحصل لهم أمور غريبة جدا. أما بقى لو عايز نسخة أصلية من الكتاب فكل اللي عليك هو إنك هتروح المكتبة البريطانية، وهناك هتلاقي بعض الصفحات الأصلية المحفوظة هناك، بس للأسف برضو هتلاقيها محفوظة في أماكن بعيدة عن العامة. وبس كده، ونسأل الله العافية وأن يقينا شر الخبث والخبائث. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أن أكون عجبكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.